وصلت اخيرا قائمه اللعيبه اللي كان ظاهر اشاعات من امبارح واول امبارح كمان انهم معترضين على وجود تشابي الونسو ورايهم ان لازم تشابي الونسو يتغير فورا. فتعالى كده نحللهم مع بعض واحده واحده وكل هدوء. كابتن شيبوب، ودي حاجه منطقيه جدا طبعا على اللي بيحصل وعلاقته مع تشابي الونسو ساعه تبديله في ماتش برشلونه تقريبا هو لسه مش ناسيها له وبقى يقعد على الدكه كمان، ودي حاجه ما تنفعش طبعا مع المعلم فينيسيوس جون. ليه كده خلي فلفله قلبي في الاخر شويه معلش. رودريجو، دي حاجه منطقيه جدا طبعا، الراجل قاعد على الدكه من اول الموسم، اقل عدد دقائق لرودريجو من اول الموسم، اقل عدد دقائق لرودريجو مع ريال مدريد بشكل عام. يعني مش محتاج اقول لك تفسير. نفسيتي من اللي بيحصل مع ريال مدريد بقت عامله كده، فاتمنى تعمل لنا فولو ما تبقاش بتعرف كل حاجه تخص ريال مدريد والدوري الاسباني ويبقى حالتي النفسيه عامله زي اندريك. يعني اعمل لنا فولو عشان نتبسط. كابتن ابراهيم دياز، انا الحقيقي مش عارف هو ليه معترض على تشابي الونسو وعايزه يخرج بره النادي. كابتن ابراهيم، هو حال النادي ده لو انصلح وجه اي مدرب بيفهم كوره مش هيلعبك اساسي برضه. يعني والله والله العظيم، يعني مش عارف اقول لك ايه يا كابتن مندي. مش هقول لك كابتن مندي ليه بيلعب في ريال مدريد، كابتن مندي ليه يلعب كوره اصلا. طبعا هتقول لي بطبل دلوقتي على اللي انا ممكن اقوله على فيدريكو فالفيردي، وده عشان انا بحب الراجل ده يعني، بس حقيقي الراجل ده انا بثق في رايه. مش قصدي ان هو لازم يبقى صح، ولكن معنى ان فالفيردي يشتكي دي من النوادر حرفيا، اعرف ان في حاجه غلط. بس تقول لي رايك انت، رايك مع راي اللعيبه دي ان تشابي الونسو يمشي ولا يكمل السنه دي؟